مش كل الناس علاقتها بأهلها مثالية، وفي ناس كتيرة مش مرتاحة مع أهلهم. بس في هنا سؤال، هل ده معناه إنك شخص وحش؟ والسؤال الأصعب، أعمل إيه؟ أنا جاي النهاردة عشان أقول لك تعمل إيه. شوف الإنترو وتعالى نتكلم. ويا مساء الفل everybody، معاكم عمر عبد الرحيم. اهلا وسهلا بيكم يا شباب ويا بنات في فيديو جديد. الحقيقه وانا انا قاعد بصور كورس دلوقتي في السيت اب ده، عشان كده السيت اب ده غريب قوي، يعني مش متناسب خالص مع فكره الفيديو بتاع دلوقتي، ولكن هي فكره جت في دماغي فقلت انا محتاج اتكلم فيها شويه. فالموضوع عفوي بشكل كبير. يعني الفيديو ده مش هيعجب كل الناس، ومش عايز الاهل يفهموني فيه غلط ان انا بغلط الاهل او برمي اللوم على الاهل. انا بس عايز اوحد وجهات النظر. انا شخص كنت مراهق، وكان في حاجات كتير قوي اهلي بيعملوها انا مش فاهمها، وكنت معترض عليها، وكنت بحس ان انا مخنوق، وكنت بحس ان انا مظلوم. ولكن لما كبرت فهمت ان هم ما كانوش غلط وانا مش غلط، ولا هم صح ولا انا صح. وما كانتش دي الخناقه اصلا، وما كانتش دي الفكره كانت وجهات النظر مختلفه، وكل واحد شايفها من منظور مختلف. انت كشخص مش مضطر انك تحب كل تصرفات اهلك، وطبيعي جدا ان يبقى في اختلافات بين الاجيال، وفي فرق كبير قوي بين واحد مش مرتاح وواحد جاحد. فانت كشخص انت مش مطلوب منك تحب كل حاجه، بس مطلوب منك تفهم وتتعامل صح. لان هنا في نقطه، الاهل هم أول حاجة أنت بتشوفها في حياتك بشكل حرفي وبشكل عملي. أهلك هم اللي بيدوك الكوميونيكيشن سكيلز أو مهارات التواصل اللي بتقدر تخرج بيها على الدنيا، اللي بتتعرف بيها على أصحابك، اللي بتنزل بيها شغلك، اللي بتترقى بسببها، اللي بتطورها مع الوقت، اللي بتخليك إنسان محبوب أو إنسان منبوذ. فلو ما ظبطناش الحتة بتاعت الكوميونيكيشن مع الأهل، أي خطأ هيحصل من ده هيبقى فادح وهيضرب في حياتك كلها بقى، بشكل عملي وبشكل اجتماعي وبشكل مادي وعلى كل الأصعدة. خلينا نمسك المشكلة صح. المشكلة هنا احنا قلنا هي communication gap، فراغ كده بينك وبين أهلك، بين وجهات نظرك وبين وجهات نظرهم. فالمشاكل بينك وبين أهلك غالبا هتنحصر في 3 نقط فقط: سوء تفاهم، ضغط أو تحكم، أو جروح قديمة. أنا عارف إنه تعبير قوي شوية، بس خليك معايا للآخر. سوء التفاهم هو أهلك ما بيبقوش فاهمينك ولا أنت بتبقى فاهمهم، هم بس مش هنا الغلط. وده مش بسبب إنك مش قادر تفهمهم أو هم مش قادرين يفهموك، هو واحد من الأطراف مش عايز يتحرك للتاني، أو الطرفين نفسهم مش عايزين يتحركوا للتاني. أهلك اتربوا في زمن غير زمنك. حتى سيدنا علي بن أبي طالب 1000 مرة: لا تربوا أولادكم كما تربيتم، فإنهم خلقوا لزمن غير زمنكم. وده منطقي جدا. فأهلك عشان يفهموك محتاجين ينزلوا لك، وانت عشان تفهم أهلك محتاج تطلع لهم، أو انت تطلع سيكا وهم ينزلوا سيكا، فتتقابلوا في النص. والكومبو ده للأسف صعب جدا يحصل في كل البيوت، ولو حصل معاك فانت إنسان محظوظ لدرجة كبيرة. ومن هنا بيبدأ سوء التفاهم. يقولوا لك على قرار معين فانت ما تفهموش فترفضه، فتدي رياكشن وحش، فيقلب الموضوع ان هو ما بقاش بقى مس كوميونيكيشن، خلاص بقى argument اللي هي نقاش حاد. وده طبعا فيه عقوق، يعني بلاش تعمل كده. فعلشان ما نوصلش اصلا للمشكلة بتاعت سوء التفاهم دي، لما تسمع حاجة مش عاجباك ما تديش رياكشن. يعني ما تديش رياكشن على طول كده، اقعد وامسك نظرية second thought. نظرية السكند thought هي انك تفكر تاني في اي حاجة مهما كانت، سواء كانت حلوة او وحشة. اي حاجة في الدنيا انت شايفها او بتحصل لك او سمعتها، لو فكرت فيها تاني هتلاقي دايما افكار بتتكتب، هتلاقي دايما افكار بتزيد، هتلاقي دايما مخك بيسمعك افكار مختلفة. عايز تجرب ده؟ جرب وانت قاعد بتتفرج على الفيديو، وقف الفيديو واكتب قصة من 5 جمل، وبكرة اكتب نفس القصة من غير ما تبص على ال5 جمل اللي انت كتبتهم امبارح. هتلاقي نفسك كاتب موضوع مختلف. الفكرة اتغيرت، لانك دايما لما تيجي تبص على الحاجة من منظور تاني، في وقت تاني، في توقيت تاني، بمود تاني، بفوقان تاني، هتشوف جانب انت ما كنتش شايفه ساعتها، لان كان الرياكشن هيعميك، سواء بقى كان غضب او فرح. انا هنا مش مقتصر الموضوع على موضوع الزعل بس او الخناق بس، انا بتكلم حاجه لو حتى تفرحك. يعني عمر، لو اهلي جاني يقولوا لي حاجه تفرحني اعمل فيها سكند ثوت. على سبيل المثال جم قالوا لك بقول لك ايه، احنا الاسبوع الجاي هنسافر نصيف، ده طبعا خبر عظيم. قول لهم تمام ان شاء الله خير. ما تفكرش، ما تضيفش افكار دلوقتي، ما تحكمش على الموضوع، اقعد ادي فيه سكند ثوت، رد عليهم تاني يوم. ممكن تلاقي نفسك بتقترح مكان احسن، خطه افضل، وجهه نظر احسن، تخليهم يخلوا التجربه بدل ما هتبقى 9 من 10 هتبقى 10 من 10. فده في الحلو وفي الوحش. تاني جزئية واللي هي الضغط أو التحكم. أنت حاسس إنك مش بتستريح، يعني مش مرتاح، مش عارف تعيش حياتك، محطوط لك مواعيد معينة، محتاج إنك ترجع البيت قبل الميعاد ده أو تنزل بعد الميعاد ده. وأنا هنا مش بكلم الولاد بس، أنا بكلم الولاد والبنات. لما أهلك يجوا يقولوا لك على حكم معين أو تحكم معين في حياتك، أنا محتاجك قبل ما تدي رياكشن إنك ترجع لنفس النقطة اللي إحنا قلناها من شوية.
واللي هي second thought. فكر هو ليه بابا بيطلب مني ده؟ يعني ليه بابا قايل لي ارجع البيت الساعة كذا مش بعدها؟ ودي نفسك مقترحات. هل هو خايف عليا؟ هل هو تحكم وخلاص؟ هل في ضرر انا مش شايفه او حاجة انا مش شايفها؟ لقيت نفسك مش قادر توصل لحاجة، روح اسأل ابوك، روح اسأل والدتك، او اسأل الشخص المسؤول عنك انا ليه محتاج اعمل ده. لان الناس دي بغض النظر اتفقت معاهم او اختلفت، الناس دي سابقاك بعصور، بسنين طويلة، والسنين دي بقى كلها experience على خبرات متعددة، على خبرات شخصية في مواقف كتير جدا، تخليهم حتى الخبرات اللي هم ما عدوش بيها يبقوا متوقعين هيبقى شكلها عامل ازاي، وازاي نقدر نتفاداها او نستفاد منها. ممكن يكون نفسك في حاجة هم مش عايزين يجيبوها لك، طب ما جايز يا اخي يكون المشكلة مادية. طب لو معاهم فلوس يجيبوها لك ومش عايزين يجيبوها، طب ما جايز يكون فيها ضرر عليك، جايز تكون نوع شخصيتك لن تتوافق مع ده، او هيكون لها تأثير سلبي على المدى القصير او على المدى البعيد. انا هنا مش بقولك اهلك صح، انا بديك وجهات نظر مختلفة تفكر فيها وانت بتعمل السكند ثوت في اي حاجة انت شايفها تحكمية في حياتك. ثالث نوع واللي هي جروح قديمة، واللي هو حاجات بتبقى حصلت يعني على مدار حياتك ولسه مأثرة فيك، سواء كانت علقة خدتها، شتيمة خدتها، حزام اتلسعت بيه، او أسوأ من ده. دي مشكلة أنا معاك فيها وما يختلفش عليها اتنين، بس يا صاحبي هي حلها عندك أنت. يعني أنت لو عندك تواصل بينك وبين أهلك مش حلو بسبب جروح قديمة أو بسبب مواقف قديمة أنت مش قادر أن أنت تموفون منها أو تعديها أو تتعداها، هو ما حدش يقدر يساعدك هنا، هم نفسهم ما يقدروش يساعدوك. يعني حتى لو اعتذروا لك أنت برضو الموضوع مش محلول أنت ما نسيتهاش، فهي حلها عندك أنت. طب حلها ايه؟ تقبلها. يعني في حاجه انا بعملها في حياتي ما اعرفش هتتماشى معاك ولا لا، بس يعني الحاجه اللي ما بحبهاش او بخاف منها او مش عايز افتكرها، بقصد ان انا افتكرها كتير، لان مع الوقت بتبقى عادي. والله فعلا مع الوقت بتبقى عادي، لان كل الخبرات الوحشه والحلوه اللي انت بتعدي بيها في حياتك هي بتلزق في مخك على حسب بقى مدى قوتها. يعني لو كانت حاجه محزنه جدا هتفتكرها، لو حاجه مضحكه ومفرحه جدا هتفتكرها. الحاجات اللي في النص دي بيبقى صعب البني ادم يفتكرها مع السنين. ده اللي انا بعمله، ده مش معناه ان انا بقول لك اعمل ده، ولكن انت محتاج تقعد تجرب في طرق تخليك تقدر تتعايش وتتماشى مع اللي حصل، مش ان انت تنساه. يعني مش هقول لك كلام تنميه بشريه وانساه وركز على اللي جاي وبتاع، لان الطبيعي ان انت تعمل كده، ولكن انا بتكلم على الشخص اللي مش قادر ان هو ينسى، مش قادر ان هو يركز على نفسه، مش قادر ان هو يركز على اللي جاي. بقول له هنا حلها عندك، محتاج تقعد تجرب بينك وبين حالك ازاي تتعايش مع ده، بدون بقى اللجوء لوسائل تانية تسحلك او ما الى اخره. ولكن لو جربت حاجات كتيرة ومش لقيتها جايبة معاك نتيجة، حاول تجرب تزود هواياتك، لان كل ما وقتك انشغل، كل ما عملت في قلبك حب الحاجات كتيرة، انشغلت وهتبتدي فعلا تنسى اللي حصل ومضايقك. دي اكتر 3 مشاكل احنا اتكلمنا عنها واديتك حلول بسيطة، بس عايز اساعدك ان احنا نحط حلول عامة بقى تتماشى معانا في كل المواقف، مش في ال3 نقط اللي احنا اتكلمنا فيهم دول. اول حاجة ان انت تحط حدود. مش قصدي ان انت تقعد مع ابوك او امك وتقول لهم بصوا انا حدودي دي، محدش يعمل كذا. لا حبيبي، ده عقوق، تعملش ده. بس هنا انا قصدي انت مش لازم توافق على كل حاجه عشان بس تبان انك ابن كويس او ابن بار. انت المطلوب منك تريح ابوك وامك. يعني كلمه حاضر ونعم دي على طول في بقك، بس اكشلي بقى ايه اللي هيحصل ده موضوع تاني. بيني وبينك، يعني هل ده معناه ان انا بقول لك اكذب عليهم مثلا، اقول لهم حاضر واعمل وهعمل وما تعملش؟ مش بالظبط، بس اختار معركتك. ودي تاني نقطة. يعني مش كل حاجة هنا تستاهل تتخانق عليها. لو الموضوع كبير وبص وانفجاري، واللي هو لو قلت لا دلوقتي الدنيا هتولع، اهدى والحاضر وانشئ الكونفرسيشن او المحادثة بينك وبين اهلك مرة تانية لما الدنيا تهدى. صدقني ساعتها الاستماع يكون مختلف خالص. اللي تقدر تعديه عديه، واللي ما ينفعش تعديه خالص اختار الوقت الصح ان انت تعترض عليه. ان انا لو والدك وقلت لي لا، ما انا اكيد هتضايق واكيد هرخم عليك بطريقه تخليني اكتسب مكانتي كأب ناحيتك. انا هعمل مع ابني كده، اصلا انا اب وابني خلاص داخل على مرحله المراهقه وبدا فعلا يدي سمات مراهقه، فانا ابتديت افهم حاجات كتيره قوي ابويا كان بيعملها معايا الله يبارك في عمره وانا ما كنتش فاهمها وكنت معترض عليها، ولما بفتكرها دلوقتي بقول ان انا كنت حمار. فلو رجع بيا الوقت في حاجات كتير قوي هقعد مع ابويا واقول له بابا انا محتاج كذا 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 كذا، بابا انت مش فاهمني في الجزئيه دي، اللي انا اقصده 1 و2 و3 و4، يا بابا انا حاسس كذا، يا بابا انا محتاج كذا. قول، عبر عن نفسك، لان حتى لو ما وصلتش للنتيجه دلوقتي اللي انت عايزها في المشكله او في النقطه اللي انت واقف فيها دلوقتي، هتوصل قدام. لان كل ما هتشارك معاهم اللي جواك، كل ما هيقدروا يفهموا اكتر انت مين وعايز ايه وشكلك وشكل التعامل معاك ايه. ودي 3 نقطة، انك تغير طريقة كلامك معاهم. استخدم جمل مختلفة زي انا محتاجكم تفهموا، انا حاسس، ممكن تساعدوني في كذا، وتكمل. الجمل دي
هتفرق حتى بينك وبين نفسك يا اخي، لان برضو اللباقه بينك وبين والدك ووالدتك او اهلك او المسؤولين عنك مطلوبه، هي مش اوبشن عندك، هي ضروريه. مش معنى ان انت مش متوافق مع اهلك ان انت تكون جاحد وكلامك سيء بالنسبه له وكلامك وحش ليه. وخليك فاكر هنا ربنا قال لك ايه: فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. رابع نقطة، انت محتاج تتقبل بقى حاجة بينك وبين نفسك، وهما ان اهلك عمرهم ما هيتغيروا 100%، ولا انت شخصيا، يعني اهلك مش هيتغيروا ولا انت نفسك هتتغير 100%. في تغير هيحصل، ممكن يبقى طفيف، ممكن يبقى كبير، على حسب نوع العلاقة وشكلها بينك وبينهم عامل ازاي. بس الصياعة هنا انك تعرف ازاي تتعامل، لان صدقني هنا في حاجة، اكتر شخص بيقدر يتعامل مع الناس والناس بتتقبله والكوميونيكيشن سكيلز عنده تحفه، تاكد ان علاقته مع اهله ما كانتش احسن حاجه، لان هو عدى اول فلتر في حياته، اول مرحله الوحش اللي عداها في حياته عداها بصعوبه. فالراجل ده عدى باسوا بكتير من اللي هيشوفه في الشغل، اسوا بكتير من ان مديره مثلا يبوس في وشه الصبح، اسوا بكتير من ان حد يسمعه كلمتين مش لطيفه في الشغل. خلاص يابا هو خد تريننج، هو مات احسن من دي بكتير. فلو فعلا انت مش قادر تتواصل مع اهلك وهم صعبين، فتأكد ان انت في افضل تريننج ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يرزقك بيه عشان يحضرك لحياتك. لان انت لو طالع متربي حلو واهلك طول عمرهم حلوين معاك ومحدش ضايقك، محدش بيسمعك كلمتين، هتعمل ايه مع اول مشكله عويصه تقابلها في حياتك؟ هتعمل ايه مع اول مدير يهزقك او يقول لك كلمتين بيعاتبك فيهم؟ رياكشنك ساعتها هيخسرك عمرك كله وهيخسرك سنين كارير كاملة. فهنا عايز أكد لك على حاجة، علاقتك مع أهلك هي أهم علاقة في حياتك. وأنا هنا بكلم الشباب الصغير، الناس اللي كبرت واتجوزت خلاص، تعدت المرحلة دي وتفهمت أهمية الأهل في حياتهم عاملين إزاي. وأهلك عمرهم ما هيبقوا بيرفكت، ولا أنت شخصيا عمرك ما هتبقى بيرفكت. والسؤال الصح مش أنت بتحبهم ولا لأ، السؤال الصح إزاي تقدر تعيش مع أهلك بشكل صحي يبنيك وما يهدكش. وخليك فاكر يا صاحبي، يعني كان في مثل دايما كنت بسمعه اسمه أهلك لا تهلك، أهلك لا تهلك. يعني مهما كان انت مش متوافق مع أهلك ومش حبيبهم ولا هم حابينك حتى، فهم ستيل أهلك وستيل ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك عليهم. فعايزك تقرأ أكتر عن عقوق الوالدين، الابواب بتاعتها شكلها عامل ازاي، وشرح مفصل عنها، عشان ده فعلا هيساعدك قوي انك تتفهم اكتر ازاي تقدر تتعامل مع اهلك، خاصه لو في اختلاف في وجهات النظر. احنا بنتكلم عن شويه سنين انت محتاج تقضيهم مع اهلك لحد ما انت تستقل بذاتك ويبقى ليك بيتك واسرتك ومراتك وعيالك، وساعتها شكل العلاقه بينك وبين اهلك هيختلف تماما، لان انت ساعتها مش بس هتبقى عدت السنين بيك وشفت تجارب، انت هتبقى مكان اهلك، اللي هو انت هتبقى حرفيا in their shoes. فانت هتتفهم بقى ليه اهلك كانوا بيعملوا معاك كده زمان، وساعتها ممكن تتفق معاهم او حتى تصر على اختلافك معاهم، ولكن الود بينك وبين اهلك لازم دايما يكون موجود حتى لو باب صغير. زي ما قلت لك الفيديو ده كان مجرد خواطر، مش حاجه متحضره. يعني الراجل السكريبت رايتر بتاع الشانل اللي هو عدنان ما يعرفش حاجه عن الفيديو ده خالص، وهيفاجئ بيه كده ان هو بس نازل يعني. فقلت بس ادردش معاك شويه، لان اكيد في ناس كتيره وشباب كتير انا كنت منهم اللي كنت معترض على قرارات من اهلي وكنتش فاهم حاجه، ولما كبرت تفهمت وعرفت قد ايه ده كان شيء بناء ما كانش شيء هدام. يا رب تكون استفدت النهارده او اتبسطت. ثانك يو سو ماتش فور واتشنج، واشوفك ان شاء الله الفيديو الجاي.